في سكوت مدوي وفي مباراة لا تقبل القسمة على 2، كان من الممكن أن يحسن الأهلي وضعه في المجموعة مع صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني، ولكن الأهلي يخسر بخماسية جديدة أمام نفس الفريق الذي أذاقه في 2019 نفس الهزيمة 5-0، ولكن اليوم الأهلي أحرز هدفين لكي تكون النتيجة 5-2 في يوم سيء للكرة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل اد او فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا وفي مباراة حاسمة بنسبة 90%، يخسر الأهلي بنتيجة قاسية 5-2 أمام المتوهج الجنوب أفريقي ميلودي سان داونز، لكي يزداد وضع الأهلي سوءا في بطولة دوري الأبطال، ولكي تتعقد الأمور، ولكي تصبح فرص الأهلي ضئيلة لكي يعبر إلى دور الثمانية. ولكن إليكم الأحداث وكيف سيصعد الأهلي، فإليكم التفاصيل إن شاء الله. في المباراة المقبلة للنادي الأهلي لابد من فوز النادي الأهلي على نادي القطن الكاميروني في الكاميرون. مباراة هتكون في غاية الصعوبة جدا، ولكن هناك مباراة أخرى في السودان على ملعب الجوهرة الزرقاء، يستضيف نادي الهلال السوداني نادي ماموليدي سان داونز، وفي حال فوز الهلال السوداني سيصعد رفقة ماموليدي سان داونز رسميا إلى دور الثمانية، وسيخرج الأهلي من بطولة دوري الأبطال أيضا رسميا. إذا ما هي الحلول؟ فدلوقتي فيه حلين. أول حل إن النادي الأهلي يفوز المباراتين المقبلتين، ولكن لابد من تعثر نادي الهلال السوداني بأن يتم هزيمته أو على أقل التقدير التعادل مع صن داونز، وأن يفوز النادي الأهلي بفارق هدفين على الهلال السوداني في القاهرة في حال تخطيه فوز نادي القطن الكاميروني، لكي يصعد النادي الأهلي كتاني المجموعة مع ماموليدي سان داونز بفارق الأهداف وبفارق المواجهات المباشرة مع نادي الهلال السوداني. ولكن النادي الأهلي لم يحضر اليوم، خاصة في شوط المباراة الأول، في نتيجة يتحملها كل من مجلس الإدارة الفاشل. أيوة بقولها للمرة المليون، مجلس الإدارة الفاشل برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يتحمل منها جزء كبير جدا المدير الفني مارسيل كولر، ويتحمل أيضا جزء كبير بالتساوي مع مارسيل كولر لاعبي النادي الأهلي. بعيد عن ضغوطات المباريات، بعيد عن تلاحم، بعيد عن السفر، بعيد عن أي حاجة، أنت دلوقتي شايف في مشاحنات قبل المباراة من قبل الإعلام الجنوب أفريقي ومن قبل مسؤولو نادي مامولودي سان داونز بأنهم بيهيئوا نفسهم رسميا أنهم فازوا بالمباراة معنويا قبل ما تلعبها. طيب أنت دورك كنادي الأهلي فين؟ دورك كرئيس نادي بتوجه وبتدعم مجلس الإدارة واللعيبة بتاعتك، دورك كمدير فني انك درست الخصم اللي قدامك، عرفت مفاتيح لعبه، عرفت نقاط القوة وعرفت نقاط الضعف، وعرفت ايه المشاكل اللي عندك اللي بتواجهك من فترة كبيرة في مركز الباقي الدفاع، خاصة بان دفاع الاهلي بكل مباراة بيقدم مباراة من سيئة لأسوأ. الاهلي بيعاني حرفيا بعد اصابة اكرم توفيق وبعد رحيل بدر بنون. ايضا انا نفسي افهم ازاي النادي الاهلي يفرط في لاعب بقيمة بدر بنون، بدر اللي كان بيقدر عنده يبني لك الهجمة، بيلدر بيقدر يبني الهجمة من تحت، بدر اللي عنده برود اعصاب، بدر اللي هادي على الكرة، اللي ما بيشتتش الكرة، اللي بيلعب. اعتقد كان في وجود بدر بنون بجانب محمد عبد المنعم، انا هستثنى محمد عبد المنعم من مباراة اليوم ولكن انا بتكلم كمجمل، في وجود الثنائي دول كان جنبهم اكرم توفيق وعلي معلول، الاهلي كان هيقدم نسخة دفاعية قوية جدا وبحتة في البطولات مجمعة، ليس في بطولة الدوري المصري او بطولة دوري الابطال فقط. فكونك انك تفرط في لاعب بحجم وقيمة بدر بنون، كون انك برضو تفرط في لاعب بحجم وقيمة جونيور اجاي، افضل جناح افريقي داخل القارة، تفرط فيه بسهولة وتستغنى عنه،
تقدر تقول لي جبت مين مكان جونيور اجاي لحد دلوقتي؟ جبت لويس ميكيسوني فاشل، طار بره. مين عندك موجود من اللعيبه دلوقتي؟ عندك طاهر محمد طاهر زفت، عندك دلوقتي بيرسي تاو اصاباته كتير، احمد عبد القادر مزاجنجي، عندك كهربا يعني ربنا يعوض عليه. مفيش ولا لاعب من الوينجات اللي عندك قدر لحد الان يعوض غياب جونيور اجاي. فده دور مجلس الاداره بانه مشى اتنين من اهم اللعيبه ومن اهم اللعيبه اللي موجوده في السكواد عندك، تمشي اتنين من الركائز الاساسيه واللي كانوا بيمثلوا 50% من قوه النادي الاهلي. تمام، انت دلوقتي مشيتهم، قدامك حاجه من الاتنين، يا تجيب لعيبه بنفس الكواليتي عشان تقدر تعوض غيابهم، يا تجيب لعيبه اعلى منهم. لكن انت بتروح تجيب لي لعيبه كسر، معاك فلوس كتير وبتستخسر وما بترضاش تجيب صفقات قويه للفريق. رحت جبت لي لاعب بحجم برونو سافيو ما قدملكش اوراق اعتماده لحد دلوقتي. فانت عشان تكون ناجح عليك انك تعوض على الاقل الاثنين اللعيبه اللي مشوا وتجيب مكانهم لعيبه كلاس اي سوبر ستار، او بزياده شويه انك تجيب لعيبه اعلى منهم في المستوى. ولكن انت حتى الان دورك انك تجيب اللعيبه مش موجود، دورك انك تقدر تدور على لاعب يحمل تيشيرت النادي الاهلي مش موجود. دي اول نقطه انا هتكلم فيها. تاني نقطه هتكلم فيها، انا ده اللي انا حسيته النهارده وانا بتفرج على الماتش، ان لعيبه النادي الاهلي بعيد عن الاستسلام التام، بعيد عن عدم التركيز اللي كان موجود. انا حسيت ان اللعيبه راضيه بالنتيجه، والله العظيم يا جماعه ما ببالغ، يعني من مشاهدتي كده للماتش وانا قاعد كده بتفرج، انا حاسس ان اللعيبه راضيه بالخساره وبالهزيمه دي. هل ده عمره حصل مع النادي الاهلي؟ هل ده عمره حصل في تاريخ النادي الاهلي يكون فيه استسلام تام ويكون فيه ارضاء بالنتيجه؟ النادي الاهلي النهارده ما خسرش النتيجه يا جماعه، النادي الاهلي اتذل. انا واحد اهلاوي بقول لك النادي الاهلي اتذل، والله العظيم اتذل. محمد الشناوي انا شايف انه يقعد الفتره الجايه او يجيبوا حارس بديل. بصوا يا جماعه انا هقول لكم على حاجه، في 2005 كان مستوى عصام الحضري كان متراجع جدا وبشده، كان معانا مدير فني ماكر شديد الذكاء، الله يمسيه بالخير، مستر مانويل جوزيه. جاب لعصام الحضري مين وقتها؟ جاب له نادر السيد. عصام الحضري ايه اللي عمله؟ بقى ينزل ياكل النجيله عشان يحافظ على مركزه وعشان يحافظ على مكانه وعشان يبني تاريخ من الوقت ده ويكون افضل حارس في تاريخ افريقيا. اذا انت دلوقتي عندك موجود محمد الشناوي، مين البديل بتاعه؟ علي لطفي ومصطفى شوبير. طيب انت ما عندكش في الدوري المصري عامه حارس حتى الان بمستوى محمد الشناوي. طب بص بره، مش لازم تجيب حارس من مصر، دور هات لعيب، هات حارس افريقي، هات حارس اوروبي، حارس من امريكا الجنوبيه، حارس من اي مكان يكون ذو شخصيه كبيره، حارس يكون عنده الثقه في نفسه، حارس يكون صغير في السن مش معدي ال 30، علشان تقدر تعمل منافسه ما بينه وما بين محمد الشناوي. ولكن علي لطفي معدي هو كمان ال 30 واخر مباراه لعبها كانت من سنه، ومصطفى شوبير لسه لاعب ماتشين ثلاثه يتعدوا على الاصابع اليد حتى الان. اذا انت برضو كونك كرئيس نادي او كمجلس اداره او مدير صفقات مش قادر تجاري او تجيب حارس مرمى عشان يقدر يجاري الحارس الاساسي، فانت كده من الاخر اللعيب ده عندك موظف، كسبت خسرت يا عم انا باخد فلوس، يتحرق دم الجمهور، يتحرق تاريخ النادي، النادي ينزل مستواه وينزل ترتيبه. كل ده اللعيبه مش حطاه في دماغها، دي اول حاجه. تاني حاجه، وان مبدأ الحساب عفى عليه الزمن في النادي الاهلي، بان اللعيبه لو كسبت في مكافآت، لو خسرت معلش. طيب انا مثلا دلوقتي شغال في مكان، انا شايف المكان بتاعي كده، بعمل حاجه كويسه بيكافئني عليها، عملت حاجه مش كويسه او غلطت المكان ما بيعاقبنيش ما بيدينيش جزا، اذا انا متمادي في الغلط. اي نعم بخسر وشايف ان المكان بيقع وشايف ان المكان مش زي الاول، بس صاحب المكان راضي بكده، هو اللي عايز كده. فهمتوا الموضوع اللي انا بتكلم فيه؟ عشان ما صعبهاش على حضراتكم، انا جبتها لكم بطريقه سهله وبسيطه خالص. اذا مبدأ الحساب عفى عليه الزمن. فكل النتائج اللي ادت النهارده، سيبك من النتيجه والسكور الكبير اللي حصل، انا بقول لك لاول مره يتحمل نتيجه مباراه مجلس اداره، جهاز فني، لاعيبه. محمد الشناوي مش في حالته تماما، محمد هاني نو كومنت، انا مش هتكلم على محمد هاني ده تاني نهائي خالص في حياتي. ياسر ابراهيم تايه، مش عارف يغطي الاوفسايد، مش عارف يتمركز صح، وكان في فجوه كبيره قوي في نص الملعب، ما كانش فيه ربط ما بين الدفاع وخط النص
خط السنتر كله كامل بتاع النادي الاهلي كان فاضي تماما. ما قدرتش تعمل انتشار هجومي، ما قدرتش تعمل تغطيه عكسيه، ما قدرتش تجاري الفريق اللي قدامك. تبديلاتك نازله متاخره. كنت ممكن تقدم اداء في الشوط الاول، كانت ممكن النتيجه على اقل تقدير تطلع تعادل، ما تطلعش بخمسه بثلاث اهداف اللي دخلوا فيك في الشوط الاول. تسديده من وضع الثبات من خارج قوس ال 18 بتسكن شباك محمد الشناوي، ما يقدرش يعمل فيها حاجه. كره تانية بهدف كان ممكن يتغطى باوفسايد، بخطا تمركز من لاعبي قلبي الدفاع ادى الى الهدف الثاني. تسديده من منتصف الملعب، هي فيها بعض من القوه لكن والله سهله تتصد، الشناوي واقف بيتفرج عليها عشان تؤدي لهدف ثالث. الهدف الرابع حتى اللي جه كان في 4 من لعيبه النادي الاهلي واقفين على خط ال 18. تمركز اللعيبه خاطئ، يعني كان في 2 بس من لعيبه ماموري سان داونز و4 من لعيبه الاهلي، كل 2 رايحين مع واحد، خلى اللعيب بتاع سان داونز ينفرد ويحطها. والهدف الخامس مرتده اتلعبت كوره في عمق دفاع النادي الاهلي من ناحيه اليمين لناحيه الشمال، خدها لاعب نادي ماموري سان داونز وانفرد وراوغ محمد عبد المنعم وحطها على يمين محمد الشناوي عشان يقدم النادي الاهلي مردود سيء واسوأ من السوء في مباراة اليوم. طيب نفترض ان الاهلي هيصعد، ودي نسبة ضئيلة ولكن ممكن وارد. هل انت كمشجع اهلاوي او مشجع مصري شايف ان الاهلي هيقدر يكمل في بطولة افريقيا في الادوار الاقصائية؟ هتيجي تقول لي الاهلي بيتحول في الادوار الاقصائية ويفوز بالبطولة ويوصل، ماشي، انا على يقين بالنادي بتاعي وعلى يقين بالله قبل اي حاجة وعلى يقين باللعيبه بتاعتي، ولكن كرويا الموسم ده ما تستناش من الاهلي اي حاجه تماما، خصوصا لان دي اسوأ نسخه في دور المجموعات الاهلي قدمها من سنين كتيره قوي. 2 خساره حتى الان، وفاز مباراه وتعادل في مباراه، لسه عنده مباراتين، اذا الحصيله 4 من 12. دخل مرماك 8 اهداف ومسجل النادي الاهلي حتى الان ادي مسجل 2 و2 في صن داونز زاد 4 و3 ادي 7 وداخل مرماك 8، اذا سالب 1 هو فارق الاهداف حتى الان. عشان يقدم النادي الاهلي نسخه ولا اسوأ في بطوله دوري ابطال افريقيا المؤهله لكاس العالم للانديه اللي هتتلعب في السعوديه، اللي لو فاز بيها النادي الاهلي هيكون فيه حضور جماهيري غفير جدا في السعوديه الموسم ده، قبل البطوله ما تتطور لسنه 2025 يكون فيها 32 فريق، لا في فريق عربي ولا افريقي ولا اسيوي. يعني لو وقتها لو عدينا من دور المجموعات بالنظام الحديث ده هيبقى اعجاز، اسمعوا مني والله، بان هيشارك 8 فرق من قاره اوروبا و6 من امريكا الجنوبيه، 4 من امريكا الشماليه و4 من افريقيا و4 من اسيا وبطل اوكيانوسيا وبطل دوري البلد المستضيفه، 32 فريق. لو في فريق عربي او افريقي عدى من دور المجموعات وقتها احنا هنحس بانجاز. انت دلوقتي بتلعب ماتشين 3، الفريق اللي بيكسب بياخد الكاس، لعبت ماتشين 3 بتلعب على الثالث والرابع، اذا الحاله حتى الان هي بطوله استثنائيه ان في 6 فرق او 7 فرق او 7 فرق بيشاركوا وانت بتاخد مقابل مادي. لكن البطوله لما نزيد فيها عدد، خلونا نتكلم كوره بصراحه، البطوله لما يزيد فيها عدد الانديه هتكون بطوله كبيره جدا، هتقام كل 4 سنوات وده للعلم، مش هتقام كل سنه واحده. النظام ده هيتطبق من الموسم بعد القادم، يعني السنه دي هتتلعب في السعوديه والسنه الجايه بنسبه كبيره هتتلعب في الامارات، وبدايه من 2025 هتكون بمشاركه 32 فريق. ولكن نرجع لموضوعنا عشان ما نطولش في الاحداث. فانا على يقين بان النادي الاهلي حتى لو عدى من دور المجموعات، انا بقول لو، وباذن الله الاهلي قادر على التخطي الصعب، ولكن بالاداء اللي شفناه بالمردود اللي الاهلي بيقدمه لحد دلوقتي اللعيبه اللي ما فاتش، فالاهلي بنسبه 85% مش هياخد بطولة افريقيا السنة دي لو فضل بنفس الاداء ده. هل النادي الاهلي كان بيستنى ان اي فريق يخدمه ويديله هدية؟ شفتوها حصلت في تاريخ النادي الاهلي انه يستنى هدايا من الفرق الاخرى. الاهلي اللي مازال حتى الان نادي القرن وغول افريقيا، مش عشان خسر ماتش بنتيجة كبيرة هندمر في الفريق او هندمر في اللعيبة وفي مستوى ونفسية اللاعبين، لا، احنا بندعم اللعيبة لهدف واحد، بندعم اللعيبة مش عشانهم هم، احنا بندعم اللعيبة عشان النادي ده، عشان الشعار ده وعشان التاريخ ده. مش بندعم اللعيبه او مش بندعم لاعب لشخصه، احنا بندعم كيان، احنا بندعم نادي. فباذن الله احنا في ظهر اي لاعب، شوفوا مهما حصل احنا في ظهر اي لاعب يحمل تيشرت النادي الاهلي عشان يقدر يقدم كل اللي عنده عشان يكون في رضا من الجمهور. ولكن الاهلي السنه دي بيقدم اداء هزلي، فباذن الله لازم يكون في وقفه من مجلس الاداره، لازم يكون في عقاب على المدير الفني وعلى اللاعبين بالاداء والنتيجه اللي ظهروا بيها اليوم عشان ما تتكررش تاني في المباراه المقبله.
ولكن ككواليتي اللعيبه هم اعلى مننا بكتير جدا. خلونا نتكلم بصراحه، قلت بعيد عن الارهاق، بعيد عن تلاحم المباريات، كواليتي اللعيبه احنا شفناه. اللعيبه بتاعتنا مش عارفه تباصي على الارض. بكده انا بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل اد او فولو. اشكركم والسلام عليكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم مهما الدعم للنادي فقط، مش لاي لاعب. نادي القرن، النادي الاهلي.